بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالصلاة والسلام وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مصر تتقدم مبكرا على بوركينا فاسو بتصفيات المونديال. تقدم منتخب مصر مبكرا بثنائية مبكرة في أول 8 دقائق ضد بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026. وسجل محمود حسن تريزيجيه هدف تقدم منتخب مصر برأسية بعد عرضية محمد صلاح من الجهة اليمنى في الدقيقة 4، وبتسديدة قوية من خلال منطقة الجزاء بعد عرضية أحمد سيد زيزو سجل تريزيجيه الهدف الثاني للفراعنة. الشناوي يحرس عرين الفراعنة أمام بوركينا فاسو. أعلن حسام حسن مدرب منتخب مصر تشكيل الفراعنة لمواجهة بوركينا فاسو اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. وشهد التشكيل عودة محمد الشناوي لحماية عرين الفراعنة بجانب تواجد محمد صلاح على رأس الهجوم. وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي: حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وحمدي فتحي، خط الوسط محمد هاني، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو وتريزيجيه، خط الهجوم محمد صلاح، مصطفى محمد. ويجلس على مقاعد بدلاء مصر ومحمد عواد ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم وعمر كمال وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا ومحمد الشامي وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي وناصر ماهر ومحمد شريف وأوفا، بينما خرج مهدي سليمان من القائمة. تريزيجيه يمنح فراعنة حسام حسن فوزا صعبا على بوركينا فاسو. تخطى منتخب مصر عقبة ضيفه بوركينا فاسو بالتغلب عليه 2-1 مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026. وسجل ثنائية الفراعنة محمود حسن تريزيجيه في الدقيقتين 3 و7، بينما أحرز تراوري في الدقيقة 56 لصالح بوركينا فاسو. ورفع منتخب مصر الذي خاض أول مباراة رسمية بقيادة مديره الفني حسام حسن إلى 9 نقاط، معززا العلامة الكاملة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، بينما توقف رصيد بوركينا فاسو بقيادة مديره الفني تراوري عند 4 نقاط في المركز الثالث. وأضاع إمام عاشور فرصة محققة بعدما راوغ ببراعة وسدد بجوار القائم قبل أن يحرز تريزيجيه الهدف الثاني من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 7 ليعزز تقدم الفراعنة. وهدأ إيقاع الفراعنة بعد ثنائية تريزيجيه، ولكن المنتخب البوركيني ظهر بلا أنياب وأضاع مصطفى محمد محاولة قريبة للمنتخب المصري، وسنحت محاولة بتمريرة من مصطفى محمد إلى صلاح، ولكن الأخير تعرض لجذب قميصه وسدد صلاح كرة قوية بعد الحصول على خطأ أبعدها الحارس. ووجه إمام عاشور تصويبة قوية مرت بجوار القائم، بينما سنحت فرصة خطيرة لصالح بوركينا بعد مراوغة من جانب تانجو لمحمد عبد المنعم انتهت بتسديدة فوق العارضة مع نهاية الشوط الأول بتقدم الفراعنة 2-1. ونجح المنتخب البوركيني في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 56 بعد ضربة حرة أحدثت ارتباكا داخل منطقة الجزاء، وأبعد الحارس محمد الشناوي الكرة وردتها العارضة. وأشرك منتخب مصر لاعبه أكرم توفيق على حساب إمام عاشور، وتراجع مستوى الفراعنة بشكل واضح على المستوى الهجومي مع تسديدة من صلاح فوق العارضة. أبعد الشناوي فرصة محققة للمنتخب البوركيني بضربة رأس حولها لركنية، وانطلق محمد صلاح في محاولة لاستهلاك الوقت، بينما شارك الثنائي أحمد أمين أوفا وإبراهيم عادل على حساب تريزيجيه ومصطفى محمد مع نهاية اللقاء بفوز الفراعنة. هذه كانت أهم الأخبار الرياضية للمنتخب المصري، ولا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد، ولا تنسوا أن تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظرونا في فيديوهات أخرى.